بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة العلماء الأفاضل وأهل الخير الكرام وإخواننا المسلمين في كل مكان، بمناسبة انعقاد المؤتمر العام لحكومة الشيشان الموسعة بقيادة الرئيس عصام مسخادو ونائبه الأخ شامل بسايف، وحضور أعضاء الحكومة وقادة المجاهدين، الذي تم في 27 من يونيو إلى 4 يوليو. وبمناسبة حضور الشيخين الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام صدولايف رئيس لجنة القضاء والفتوى، وفضيلة الشيخ أبو عمر محمد عبد الله السيف، كان لنا معهما هذا اللقاء. فضيلة الشيخ عبد الحليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون، يمضي الجهاد في الشيشان للعام الثالث على التوالي، وقد هب أبناء الشيشان الأشاوس يدافعون عن دينهم وبلدهم، وقد عانى الشعب كثيرا من اضطهاد الروس وظلمهم. فهل لكم أن تحدثوننا عما حدث للمسلمين وعن مآسيهم ومعاناتهم في هذه الفترة الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم الشيوخ الأفاضل. الشعب الشيشان شعب المسلم 100%. وإن كان الجهل بين الناس منتشرة، ولكن ما وجد بين الشيشانيين من ينكر عن دينه وعن إسلامه. والشعب دائما المرتبط بأبنائه المجاهدين، ولو حاول عدونا أن يفصله إلى جهة ويفصل المجاهدين إلى جهة الأخرى. والشعب ذاق في هذا السبيل يعني من الانتهاكات والجرائم من جهة الروس. الشعب الحمد لله مصر على هذا، وهو مع المجاهدين في هذا السبيل. يعني يشير على هذا البطولات الجهادية التي نراها يوميا، ممكن نقول، في هذا الحرب، والمعاونة من جهة الشعب للمجاهدين. ودائما الشيء الثاني، الانتهاكات التي مستمرة يحصلها من جهة روسيا أيضا شيئا محركا نقول، يعني لأن عدونا العدو الملعون ما يميز بين من يجاهد وبين من يقعد. وهذا وإن كان فيه يعني الخسائر كثيرا يحصل الشعب المسلم، لكن فيه الفوائد التي ما يمكن ولا للشعب أن ينسى أنه مسلم، لأن التذكرة دائما تأتي من جهة عدونا. وهذا أيضا شيئا يقوي العلاقة القوية دائما بين المجاهدين والشعب، ولا نستطيع أن نفصله. والشعب بإذن الله هو الذي يجاهد في سبيل الله. جزاكم الله خيرا. الحمد لله تم عقد هذا الاجتماع المبارك الذي انتظره الشعب والمسلمون في العالم، وقد كان لكم دور مشكور في هذا مع الإخوة الآخرين في الداخل والخارج. فهل تتفضلون مشكورين بشرح ما تم من تحضيرات لهذا الاجتماع والمجهودات التي بذلت في هذا السبيل؟ نعم، هذا الأمر في اتحاد صفوف المسلمين ما جاءت هكذا فجأة.
هناك بذلت الجهد كبير خاصة من أخينا الكريم الشهيد إن شاء الله خطاب رحمه الله، وأيضا من إخواننا الأفاضل كالقائد أبو الوليد وشيخنا وقائدنا سيف الإسلام وشيخنا أبو عمر وقائدنا شهيد رحمه الله أحمد ورضوان والإخوة في الخارج. كثير من الإخوة شاركوا في هذا الأمر المشكورين إن شاء الله، ومجازون عند الله جزاء حسنة. وهذا الثمار الذي رأيناه اليوم في هذه الأيام الأخيرة في هذا الاجتماع جاءت ثمارها حتى رأينا من جانب العسكرية بعدما بدأ هذا الاجتماع قد تمت هناك كثير من عمليات العسكرية قد فرحت كثير من المجاهدين، وكل هذا جاء هذا الثمار من الدور الكبير الذي أخذها الإخوة الذين ذكرناهم والذين ما ذكرناهم في كلامنا. جزاكم. وما هي التي تم بحثها في هذا الاجتماع المبارك، وما هي النتائج التي خرجتم بها من هذا الاجتماع؟ فالأهم شيء تم في هذا الاجتماع توحيد القيادة المجاهدين خلف رئيس الدولة غسان مصخادو. هذا من أهم الأشياء الذي حصلناه. وشيء ثاني، كان دولة الشيشانية اتجهت نحو دينهم نحو شريعتهم، وكانت بدأت هناك بعض الأعمال حتى قبل هذا الحرب، ولكن ما حصل تتميمها تماما. ولذا حصل شيء من أهم الأشياء التي نصير عليه تعديل دستورنا وتجديد هناك النقاط التي ما كانت مع شريعتنا إلى الشريعة. هذا من أهم النقاط. نقطتين أولى توحيد صفوف وأخذنا سبيلنا مع الإسلامنا. وبعد أيضا تم إنشاء مجلس شورى من أهل الحل والعقد حول الرئيس، ومن هذا بناء على علمنا على طاقتنا أنشأنا مجلس اللازمة الملزمة. هذا من أهم الأشياء. وأيضا أسست هناك لجان وزارية متخصصة كمثل لجنة القضاء والفتوى ولجنة الإعلامية ولجنة الاجتماعية اللجنة العسكرية اللجنة المالية مشتركة. أيضا بناء الجهاز الإعلامي في الداخل والخارج التي توحد الصفوف المجاهدين. وأيضا وضع الخطط السياسية والعسكرية لمرحلة الصيف القادمين، صيف والخريف القادمين. هذا من أهم الأمور التي تمت في هذا الاجتماع. شكرا لكم وبارك الله لكم في مساعيكم. ما هي آمال وتطلعات رجال الشريعة والإسلام في مستقبل الإسلام والشريعة في الشيشان؟ من أهم آمالنا أن تستمر هذا الجهاد خلف قيادتهم المسلمة. نقصد الرئيس ومجلس الشورى، ومجلس الشورى كما قلنا اللازمة الملزمة يعني. والكثير من أخطاء كانت تأتي للمسلمين عندما هم يتوقفون عن جهادهم، وما كانت تأتي إليهم الظلة إلا بترك فرضية الجهاد. هذا من أهم الشيء نأمل فيه يعني. ونأمل أن يمن الله علينا بالنصر من عنده. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تنصروا الله ينصركم. وأيضا إقامة دولة الإسلامية المستقلة الإسلامية في شيشان. وأيضا لا نتوقف
على ما حصلنا أن نشر الدعوة الإسلامية بإقامة نظام الإسلامي والمحاكم الشرعية والمدارس الإسلامية والمساجد. الواقعية دائما تذكرنا نحن في أشد الحاجة إلى هذا، لا نستطيع أن نصير إلا بديننا إلا على شريعتنا. هذا هو المنهج نحن أخذناها وهذا أملنا. هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها للمسلمين في العالم الخارجي؟ نعم، هذه الأمور التي نحن أخذناها وخططناها بإذن الله تشير أن نحن بصدد بناء الدولة الإسلامية قد دمرتها الحرب على مدى 10 سنوات الأخيرة. نحن ولذا في حاجة إلى دعم المسلمين، الدعم العلمي والسياسي والمعنوي والمادي، كمثلا لبناء وزارات الدولة والمحاكم الشرعية وبناء الجيش وغيره. ولا ننسى أن نشكر المسلمين الذين دعمونا بأموالهم وأنفسهم ودعائهم.